الفكرة كانت شوي غريبة بالنسبة للناس هنا في غزة، إنه الكل متعود على المنسف وياكلوا بصدر وبإيده ومش عارف إيش. أنا الصراحة شفت الفكرة في الأردن وعجبتني كتير إنه عملها، إنه فيش حد في غزة كله عملها الإشي هذا يعني. كتير في ناس طلبوا ورجعوا يطلبوا كل خميس منها، يعني عجبوه كتير. طبعا في غزة يعني نادر الناس اللي بتعرف المنسف بالجميد الصح يعني، كلهم بيعملوه بلبن ومش عارف إيش زي هيك يعني. فكان أول شيء طعمه غريب عليهم، بس في كتير حبوا الطعم يعني. لقيت اول شيء طبعا الكاسه بحط الفراشيح او بيحكوا عنها الاشراك. بعدين بحط جميد، يعني بسقيها بالجميد. بعدين بحط رز. بعدين كمان طبقه بحط شراك وبسقيها كمان بالجميد. بعدين بحط اخر طبقه اللي هي رز، بعدين قطعتين اللحمه وعليها جميد، وبعدين بحط اللوز. صحة وعافية. سلم ايديك، شكرا.